السلام عليكم. شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. هاي هنا عندي افخاذ دجاج تبلتهم خل التفاح، كركم، بابريكا، ملح، ليمون، زعتر، بصل مطحون، ثوم مطحون. وهاي التتبيلة الثانية: لبن، زبادي، حبة طماطة، حبة بصل، حبة ثوم، شوية ملح. وسويتهم بمحضرة الطعام وضفتهم على الدجاج. غلفته بنايلون حراري، خليته بالثلاجة لحد ثاني يوم، يعني أخذ يوم ونص بالثلاجة تتبيله. وهنا هذا شكله بعد الشوي، صار الطعم يجنن ولونه كلش حلو، وما أخذ وقت هواية، تقريبا ساعة ونص بالفرن، ساعة ونص إلى ساعتين. ضفت له شوية مي بالشوي. وهنا أنا سويت رز أبيض. وهنا عندي هاي ذبحنا خروف وسويته هبيط همين تقريب ساعتين، يعني صار يجنن. وهنا سويت رز نفس مال المطاعم، رز البهارات جوزي لونه. وهنا الحشوة: بازلية، شعرية، جزار وبوتيتا ومكسرات. هنا عندي دولمة خليتها على النار وضفت لها مكعبات من النارنج المعصور. راح تستوي وأراويكم. هنا استوت عندي وبدينا بتجهيز الغداء. وهاي المناسف، كل منسف لحم ودجاج مشكل. وهنا المقبلات: تبولة، شوندرية، ريحان وفجل، حمص بطحينة، جاجيك. هاي مو كل الأشياء لأن ما لحقت أصور. هنا عندي بامية والمناسف مال البرياني، الدولمة، خضرة، السوب. بعد هنا هسه بدينا يعني بالصب، بعد مو كل الأشياء خاليها على الميز. إن شاء الله يعجبكم غدانا لهذا اليوم. أصدقائي لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. دمتم في حفظ الرحمن. مع السلامة.